الفيلم ده يا جماعة الكاتب بتاعه تقريبا كسل يكتب أسماء الشخصيات فهنديهم بدورهم في الفيلم. بتبدأ أحداث الفيلم مع الأشجر وهو قاعد في القاعة بيفكر في الخطبة اللي هيقولها في فرح صديقه المقرب، وبعدها بنشوف العريس واقف ومعاه شلة صحابه، وبتيجي القاعة العروسة أخيرا وبتطل عليهم. وبعد كده بنروح لمشهد بعد الجواز، والعرسان بيكونوا في شهر العسل على الشاطئ، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية عن الخطوة الجميلة اللي خدوها، وبيتمنوا يفضلوا عايشين اللحظات دي للأبد. وبالليل بيروحوا وبيقضوها رقص وفرفشة وحاجة بتكون آخر دلع، فبيشوفهم اتنين متجوزين تانيين بس من زمان، والزوجة القديمة بتقول لهم راحوا شعورنا يا جماعة. فبتعتذر العروسة وبتقول للزوجة القديمة إن هي وجوزها كانوا كده هم كمان، وده أول ما اتجوزوا، لكن عدى عليهم 20 سنة فخلاص بقى كبروا على الحاجات دي، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض عن الجواز والحب. وفي الآخر بيمشي الزوجين الكبار وبيدفعوا الحساب للعرسان الجداد كهدية منهم، وده بمناسبة شهر العسل. وبعدها بنتقدم في الأحداث وبنشوف العروسة راكبة العربية بتاعتها، وبيتصل بيها العريس وبيقول لها ترجع، وهو هيحاول يصلح خطأه، لكنها بترفض وبتقول إنها مش هتقدر تكمل حياتها معاه، وبتروح على بيت أهلها واللي بيكونوا متوفيين، وبتكون لابسة فستان الفرح بتاعها وبتقعد تسمع موسيقى وبتكون مبسوطة على الآخر. لكن بنشوف الأشجر وصل لبيتها وبيتصل بالعريس وبيقول له عربية عروستك الهربانة موجودة قدام البيت بالفعل، فالعريس بيطلب منه يحجزها جوه لحد ما يجيلهم، لكن الغريب انه بيكون هو كمان لابس بدلة فرحه، وشكل الموضوع فيه إنه. وبنشوف 5 أصدقاء كمان صحاب الأشجر وبيكونوا جايين علشان يساعدوه في مهمة الاحتجاز، وبنعرف منهم إن العروسة دي قاتلة مهووسة. مش قلتلكم الموضوع فيه إنه؟ لكن بيطلب منهم الأشجر يسمعوا كلام العريس وإنهم يحجزوها بس مش أكتر من كده، وبيخبط على الباب بعدها لكنها بتكون في الحمام ومش سامعاهم فبيتقسموا، وبيفضل الأشجر عند الباب الأمامي و4 بيروح على الباب الشمال، والقزم ومعاه العملاق اللي لسه جاي بيروح على الباب اليمين، وبيفضلوا يخبطوا كلهم على الباب. فبتسمع العروسة الصوت وبتبص من الشباك فبتشوفهم تحت فبتنزل وهي واخدة حذرها، ولكن بتشوف الأشجر قدامها فبتهرب على طول. فبيتعصب وبيركل الباب وبيدخل وبنشوف العروسة بتاخد سكينة وبتروح تستخبى في مكان تحت الأرض أشبه بالقبو كده، وبيدخل باقي أفراد العصابة البيت وبيتقسموا علشان يدوروا عليها تاني. وبتفتكر العروسة ذكرى ليها هي والعريس لما كانوا في شهر العسل، يعني يا جماعة هم كانوا في شهر العسل قبل ما يعملوا الفرح علشان محدش يستغرب. وبنشوفهم هم بيقابلوا الزوجين القدام مرة تاني، وبيكون في انجذاب غريب بين العروسة والزوج القديم. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف العروسة بتهرب من باب القبو وبتركب موتوسيكل كان موجود في جنينة البيت، لكن بيقف قصادها أحد أفراد العصابة وبيرزعها رجل بيطيرها من على الموتوسيكل، فبتمسك السكينة وبتحاول تهاجمه بيها لكنه بيقدر يفلت وبيوقعها منها، وبعد كده بيهجم عليها وبيخنقها لكنها بتفضل تعافر وبتتشعلق فيه وبترمي جسمها كله عليه، فبيقع وبتستغل وقتها الفرصة وبتمسك السكينة وبتطعنه في قلبه، وبكده بيكون مات أول فرد من ال7 بتوع العصابة. وبتروح علشان تركب الموتوسيكل لكن بيشوفها شخص تاني من العصابة فبتجري تروح القبو وتستخبى فيه تاني، لكن بيكون عامل لها مفاجأة هناك العملاق والقزم وبيمسكوها، وهي بتعمل حركات ولا أجدعها مقاتل كاراتيه وبترفسهم برجلها، وبتمسك حديده وبتضرب بيها العملاق وبتفتح له دماغه، وبعد كده بتمسك مجرفة وبتديله الضربة الأخيرة وبيموت تاني واحد كده من العصابة. لكن بيجي القزم من وراها وبيوقعها وبيمسك المنشار الكهربي لكنه مش بيعرف يشغله فبيرميه، وبيقول لها تعالي نتقاتل وانا هوريك انك لعبت مع الشيطان، لكنه بيطلع عيل بقه وخلاص وبترزعه بالرجل فبيطير حرفيا وبيقع عليه الكراتين وبيحصل صاحبه وبيموت هو كمان. وبيشوفها من الشباك الأشجر فبتهرب منه وبتروح تمسك عصاية جولف وبتستنى لحد ما يجي، فبيروح الأشجر وبيقعد يقول إنه كان محضر خطبة رائعة للفرح بتاعها هي والعريس، لكن في اللحظة دي بيجي الأسمر وبيقول لها إنه لازم يقتلها لأنها قتلت صاحبهم، فبيهديه وبيقول لهم إنه هيشربوا نخبة على وفاتهم وده بعد ما يقبضوا على العروسة. فبيتعصب الأسمر وبيقول له أنت بتهزر وبيسيبه وبيمشي، وبيجي الاتنين الباقيين من العصابة هم كمان، وبيفضل الأشجر يتكلم عن نفسه وبيقول إن أكتر شخص قتل ضحايا علشان كده العريس اختار هو اللي يلقي خطبة فرحه. وبنشوف فلاش باك مرة تانية للعرسان وهم راكبين المركب مع الزوجين القدام وبيفضلوا يرغوا في نفس الموضوع الجواز والحب وكده، وبيروح الزوج القديم علشان يطبخ ليهم لكن بنشوف في درج المطبخ إنه شايل مسدس، وبعد كده بيقول إن هو ومراته أكتر حاجة هم ندمانين عليها إنهم مخلفوش عيال، وده بسبب طبيعة شغلهم وظروف الحياة. وبيشوف العريس ندبة على كتفه فبيسأله عن سببها، فبيقول للزوج القديم في يوم 7 أغسطس سنة 1986 تم إرساله هو وأصحابه ال7 لمهمة في بلاد أجنبية وده للقضاء على ناس ذو مكانة رفيعة، لكن في اليوم ده حصلت حاجة والهجوم بتاع ال8 أصحاب اتقلب عليهم وبقى هم اللي بيدافعوا، وللأسف مات ال7 صحاب وهو الوحيد بس اللي قدر ينجو واتصاب بطلقة بندقية في كتفه وهي دي اللي سابت الندبة دي، وبيقول له إنه كان يوم ملعون. فبتزعل عليه العروسة وبتقول له أنا آسفة
فبيقول لها إن كل ده علمه اللي محتاج يتعلمه في حياته. وبعدها يوم 9 أغسطس اتجوز مراته وعاش أسعد لحظات حياته. وبنرجع بعدها للحاضر وبنشوف العروسة بتحاول تنط من شباك الأوضة وتهرب، وبيكون الأشجر والثلاث رجالة الباقيين واقفين تحت في الصالون. وبيقول الأشجر إنه خلاص جه الوقت إنهم يموتوها لأنها عبست معاهم أكتر من اللازم. وبيتقسم الأربع أفراد علشان يدوروا عليها، وبيروح واحد شكله آسيوي يدور عليها في الدور العلوي. وأثناء ما بيكون بيبص من البلكونة بتيجي العروسة وبتضربه بمضرب الجولف ضربتين، لكنه بيتفادى التالتة بيرزعها رجل بتطيرها. وبتدور ما بينهم معركة وبيكون في تفوق للآسيوي الأول، بس بعد كده بتقلب الطاولة عليه العروسة، لكنه بيقدر الآسيوي يشقلبها على السرير وبينزل فيها ضرب. لكن بنت الجنية بتمسك ملاية السرير وبتعملها حبل وبتخنقه بيه لحد ما بيموت، وكده تبقى قضت على 4 أفراد من العصابة. وبيسمع صوت الضرب الراجل ده واللي هنسميه البرازيلي، فبياخد سكينة يخبيها في جزمته وبيطلع وبيشوف صاحبه الآسيوي مقتول. وفجأة بتيجي العروسة من وراه وبتنط عليه وبتحاول إنها تخنقه، لكنه بيشقلبها على طول وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبيكون القتال رايح جاي، فبيطلع البرازيلي السكينة وبيهجم بيها على العروسة، لكنها بتقدر تتفاداها وبتوقعها منه. وبعد كده بتمسكها وبتطعنه بيها في حجره. يا ساتر يا رب. وطبعا بيموت بعدها فورا. وكده مش بيتبقى غير الأشجر والأسمر بس من العصابة دي واللي بيكونوا واقفين تحت. وفجأة بيشوف البرازيلي بيقع من فوق وغرقان في دمه، وبيلمحوا العروسة وهي بتهرب. فبيتعصب الأشجر وبيقول انت ميتة، وبيروح وراها وبتحاول تهرب العروسة بالعربية، لكن المفاتيح مش بتكون موجودة، وبيكون اللي واخدها هو الأشجر. وبيجي الأسمر هو كمان وبيضرب العروسة بالبوكس، وبيقعدوا هما الاتنين يستهينوا بيها وبيستفزوها بالكلام، وهي بتمثل إنها ضعيفة ومش قادرة. فبيسيبها الأشجر وبيقول للأسمر يشيلها، لكن بتكون عاملة ليهم فخ وبتطلع سكينة كانت شايلاها في الشراب بتاع فستانها وبتطعن بيها الأسمر في عينه. وبتقول له انت كنت مفكر اني نسيت المفتاح بجد وعايز اهرب؟ دي كانت خطة علشان استدرككم هنا واقتلكم. وبترزعه رجل بتجيب اجله، ومش بيفضل غير الاشجر بس. فبتروح بعدها ناحيته واللي بيلاحظ انهم مش موجودين، فبيروح يشوف في ايه. فبتهجم عليه العروسة من ورا وبتثبته بالسكينة على رقبته، وبيدور حوار ما بينهم وبنعرف من خلاله ان هي والعصابة والعريس كمان شغالين في وكالة اغتيال ووظيفتهم بتكون قتل الناس. لكن في اليوم ده قررت العروسة تبعد وتسيب الحياة دي، لكن الوكالة ما عندهاش رجوع ولازم اللي شغال فيها يكمل، يعني بالبلد دخول الحمام مش زي خروجه. فأرسلوا ليها 7 أفراد من العصابة دي واللي بالصدفة بيطلعوا أصحابها. وبيقول لها الأشجر لو قتلتيني برضه مش هتعرفي تهربي، والوكالة هترسل ناس تانية وراكي، بس المرة دي ناس غريبة ومش صحابك. فبتقول له اتصل بالعريس وقول له إني ميتة علشان ما يجيش. فبيضحك وبيقول لها انت بتهزري، ده كان عمل مني لحمة مفرومة. فبتقول له نفذ كلامي بدل ما طير راسك. فبيطلع الموبايل بالفعل وبيتصل بالعريس وبيقول له عروستك قتلت كل افراد العصابه ما عدا انا، فاضطريت اموتها علشان انقذ حياتي. فبيتعصب العريس وبيقفل، وبعدها فورا بتمسك العروسه السكينه وبتذبح الاشجر من رقبته. وبكده تكون خلصت على العصابه كلها ومش فاضل غير كبيرهم وهو العريس. لكن الصدمه ان القزمه بيطلع لسه عايش وبيقول لها تعالي نبدا الجوله الثانيه من قتالنا، ولكن بتمسكه وبتربطه في الكرسي وبتمسك المنشار الكهربي وبتورينا احلى مشهد دموي وشلال دم بيطلع من جسمه وبيموت اخيرا. وبنروح للفلاش باك تاني وبنكتشف معلومات صدمة جدا، والزوجين القدام طلعوا شغالين في نفس الوكالة لكنهم سابوها علشان يتجوزوا ويعيشوا حياتهم، وفضلوا طول ال20 سنة دول هربانين منهم. لكن في يوم 6 مارس سنة 1994 بعتت الوكالة شخص علشان يقتلهم، لكنهم قدروا انهم يخلصوا عليه. والصدمة ان الشخص ده كان ابو العروسة، وعلشان كده هي والعريس كانوا دايما بيمثلوا انهم متجوزين وفي شهر العسل علشان يروحوا المنطقة دي، وبعدها يوصلوا للزوج القديم ويموتوه. والزوج القديم بيطلع المسدس علشان يموتهم، لكن مش بيكون فيه رصاص، وده لان العروسة فرغت الرصاص منه وهو مش بيكون واخد باله. وبيقول له العريس انت مهاراتك ضعفت خلال ال20 سنة دول لدرجة انك ما اخدتش بالك ان مسدسك فاضي. وبعد كده بيطلع المسدس وبيموته هو ومراته. وبنرجع للحاضر وبنشوف العروسة رايحة للعريس بنفسها وبتقول له انها اكتفت من الوكالة وعاوزة تخرج، فبيقول لها مفيش حد بيخرج والدليل الزوجين القدام. فبتقول له احنا ما كانش ينفع نموتهم، وبتقول له انها كانت نفسها تعيش معاه بنفس الطريقة دي، لكنه بيرفض وبيقول لها ان مهما حصل الوكالة كانت هتدور عليهم. وبيرقصوا مع بعض للمرة الأخيرة، وبيقول العريس ان لازم واحد منهم يموت الليلة، وبيمسك ازازة الخمرة وبيضربها بيها، فبتضربه في بطنه وبتدور ما بينهم معركة قوية. لكن في الاخر بتقدر العروسة تمسك الازازة وبتطعنه بيها في قلبه وبيموت العريس. وبتنتهي قصتنا المأساوية دي على كده. فما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم اقوى ملخصات الافلام.